نادي الزمالك بيتعادل مع الجونه 1-1، وكالعاده نادي الزمالك قبل كل مباراه قمه المباراه اللي قبلها على طول غالبا بتخلص تعادل، ويمكن كمان خساره. الهدف ايه؟ السبب ايه؟ غير معلوم بالنسبه لي. اما مدرب الجونه قدم مباراه محترمه جدا بالمقارنه بامكانياته. الراجل بدا المباراه كلها مش عاوز يهاجم وبدون تحولات هجوميه، كان بيدافع فقط لا غير، ما بيلعبش على اي تحولات هجوميه خالص الا عن طريق 3 لعيبه اللي قدام بس، ودي كانت بتبقى كثافه عدديه قليله جدا. غير كده ما كانش بيوصل بيها لاي حاجه، لكنه كان بيستغل اخطاء الزمالك. ظهرت اليمين شوطه جت في ايد صبحي، كانت بدايتها من عند ادم. قرر الراجل بتاع الجونه انه يغير الطريقه خالص ويبدا يهاجم، ونزل مروان محسن ونزل كذا تغيير هجومي بدا يوصل بيه لجون. في المقابل ان يانيك فيريرا عمل تغييرات بسببها الزمالك فك منه شويه. اسوأ تغيير عملها هي لما خرج دونجا، ولكنه خرج مصاب، بس خلى عبد الله السعيد في وسط الملعب ينزل لتحت مكان دونجا. في السن ده بالمستوى ده عبد الله السعيد ما يقدرش يجاري في اخر 10 دقائق من الدقيقه 80 لحد الدقيقه 90 او 95، فبالتالي الملعب فتح منهم شويه. فشفت هجوم بتاع فريق الجونه اللي كان اصلا طول المباراه مصر انه يطلع بالكوره من تحت. لعيب الجونه اللي استلم على شماله حط ارتوف بعيده، جون هايل جدا. اما الزمالك لعب ازاي؟ زي طريقه النادي الاهلي، اللعب المباشر الصريح، الطول الباغ اللي سجلها الهدف. فكان الزمالك بالمنظر ده بالاسلوب ده كان المفروض بعد الهدف الاول يكمل ضغط عشان لازم يجيب الثاني، ما ينفعش يترد عليه بهدف في الدقيقه 85 يكون المجهود البدني خلص ويكون في لعيبه بيطلعها المدرب علشان تريح لمباراه النادي الاهلي، وكانك ضمنت الفوز ب 6-0.